فخلينا نتفق على حاجه في البدايه، مفيش حاجه تعلو على الورقه والقلم. كل المعارف الإنسانية منذ يعني إيه فجر التاريخ وحتى قبل اختراع الطباعة نقلت إلينا في الأول شفهية، وبعد كده من خلال التدوين بالورقة والقلم. فالناس عملت إبداعات خرافية بالورقة والقلم. ولكن في الوقت الحالي وفي حاجات معينة الورقة والقلم مش بيكونوا عمليين، أو فكرة أنت شغال على بروجكت وفي كذا حد شغالين معاك عليه، موضوع المواعيد والديدلاينز وإدارة المشاريع والحاجات اللي زي دي، السي ار ام أو الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، اللي بيسموها البي كي ام او بيسموها البيرسونال نوليدج مانجمنت، وحاجات تانية كتير. يعني فهنا بنلجأ لتولز بتساعدنا ان احنا ننظم ونسهل المهام دي. وفي نفس الوقت في ادوات متخصصة، يعني في ادوات للمهام اللي هي تو دو ليست اب، هو اداة للمهام فقط. في ادوات للنوتس اللي هي نوتس اب فقط. في أداة تقويم أو كالندر. وفي نفس الوقت في أدوات أكثر تعقيدا اللي هي بتجمع لك كذا حاجة من الحاجات ديت مع بعض بحيث يكون في سلاسة واندماج. وهنا يجي دور نوشن. يعني نوشن تقدر تعتبر انك جبت اكسل او جوجل شيت مع تو دو ليست اب مع ابل نوتس او جوجل كيب مع كالندر دلوقتي كمان، وكمان جبت الجيميل وحاجات كتيرة قوي ضربتهم على بعض في الخلاط وقام مديلك ايه نوشن. فهي عبارة عن سويت او شنطة كبيرة فيها كل الأدوات دي تقدر تعمل بيها اللي انت عايزه.